السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأوقات، أنزل الغيث مباركا والفلك بالخير في البحر جاريات، سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات، المنزه الذات عن الاختصاص بالجهات، المحدث لكل الحوادث والمحدثات، حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات وما لها من حركات وسكنات، عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات، سميع بصير تستوي في كمال سمعه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا تحجب رؤيته الظلمات، علي كبير لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات. معانا النهاردة قصة من أجمل قصص عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق ذات يوم ليشتري قميصين ومعه 8 دراهم، فوجد خادمة تبكي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ فقالت له: يا رسول الله، إني أسيادي أرسلوني لأشتري لهم من السوق ب4 دراهم، فوقعت الدراهم مني، وإذا بالجيد يعطيها من 8 4 دراهم وينزل إلى السوق فيشتري قميصا ب4. وفي أثناء عودته يجد مسكينا يتأفأف من البرد فيعطيه قميصه، ويرجع إلى بيته فيجد الخادمة ما تزال واقفة، فقال لها: لما لم ترجعي إلى بيتك يا أمة الله؟ فتقول له: يا رسول الله، لقد تأخرت على أسيادي وأخشى إن رجعت إليهم أن يؤذونني. تريد منه أن يشفع لها عند أسيادها، فذهب معها إلى بيت سيدها، ولم يدخل البيت ألقى السلام فلم يسمع من يرد عليه، فأعاده مرة أخرى فلم يسمع من يرد عليه، فأعاده ثالثة، فقالت النساء: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: لما ترددنا أول مرة وثاني مرة؟ فقالت النسوة: كنا نرد سرا حتى تعيد السلام مرة ومرة، فيبارك الله لنا في بيتنا يا رسول الله. وإذا بالحبيب المصطفى يطلب منهم الشفاعة لتلك الخادمة، فقالت النسوة: يا رسول الله، لقد عفونا عنها وأعتقناها لوجه الله إكراما لشفاعتك لها. فهل حزن الرسول على أنه أنفق الدراهم 8؟ إنه قال بلسان الرد وهو مبتسم: ما رأيت دراهم أعظم بركة من هذه الدراهم 8. أعتق الله بها جارية، وكسى الله بها مسكينا، وكان أرحم الناس بالناس، وكان أوسع الناس قلبا للناس. كان رسولنا الحبيب بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. أتمنى طبعا أن الفيديو يكون عجبكم. وصلنا لنهاية الموضوع، وأشكركم على حسن الاستماع. فمن كان يرجو لقاء الله وربه فليعمل عملا صالحا. وفي النهاية أذكركم وأذكر نفسي بتقوى الله عز وجل.
وبالعمل الصالح لوجه الله تعالى، وأرجو أن يكون وفقنا الله في هذا الأمر. دعينا الله عز وجل أن يكون هذا الموضوع عند حسن ظنكم، وأن ينال رضاكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.